خدوا بالحضن والحضن بقى. خدوا بالحضن. كانوا بيقولوا عندك سرطان كان مالك جسمه اقبلهم كلها اقبلنا يا رب. من عندك يا دكتور حاجه محمود حاجه وقعت. فرحانه يا عم حسن عني بقى. برافو يا جماعه، مش كده يا جماعه، استعملوا الصوت عشان يدخل الحلقه الفرحة يعني أغمى عليه. الفرحة يعني أغمى عليه. ما عيطش بقى. البنت زينب فين؟ البنت زينب فين هي؟ تعالى سامحني. طبعا تحاليل واشعاعات كان سرطان في الرئه وسرطان في الكبد، وطبعا مراره بايظه، وعنده سرطان على الظهر. كل ده بفضل المولى عز وجل، لا افقه فيها شيء الا ربنا اللي بيشفي. عملتها بالظبط في دقيقتين 2، ولو كان استحملني كنت عملت كله. طبعا في سرطان على الرئه عملته برضه في دقيقه من حته معينه مش موجوده في السجق على الرئه نفسها. فده ربنا سبحانه وتعالى. انا عايزك تزغرط انت بقى. مش قادر مش قادر. الراجل جاي طبعا ما كانش بيمشي، ودول تقريبا اخواته ولا ولاده؟ انا كوسبريتو وده ابنه وده اخوه. اهلا وسهلا. فرحانين؟ تعال تلاقي بقى محساب مش كده. الحمد لله. ما تعيطش. فقدت الامل في ايه؟ الامل في الله ما يتفقدش ابدا. لا قوم امشي وفرح امك، فرح امك، قوم فرح امك. مش قادره. قوم بقى فرح امك كده. لا يا جماعه كان جاي ما بيمشيش خالص، ما كانش بيمشي خالص. صوره معاك. مش دلوقتي، ده مش دلوقتي. احسان شاور ربنا يا رب. تحت امرك، ربنا يخليك. تحت امرك. عايزه هنا. عايزه هنا. هو فرحان يا ستي. يا عم طلع الصور بس بعد تصوروا بس بعد ما تشوفوا. نخلص هنا. وبعدين تبقى ايه شوف لك هتروح كويس. انت كنتش مصدقني طبعا. يا رب ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. داخل بيصور؟ لا مش عايز يصور. هو عايز ياخد صوره، عايز ياخد صوره معايا. بص بقى صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هتمنع السكر خالص، وهدي لك كمان جلسه، ولكن كان عندك حاجه عايزك تروح تشتغل وتروح تعمل وكل حاجه، وتروح لمراتك فرحان مبسوط، لعيالك، لكل حاجه. انت فاهمني؟ طبعا انت ام. ها على راسك. هتاخد معايا علاج بس لمده شهر ونص حاجه زي كده، عشان نمسح اي ذره في الجسم من السرطانات والكلام ده كله، او اي تضخم في او شعاع بتحولين لشعاع. اخد شعاع. انا ما اقدرش اقول الكلام ده على التليفون. ماشي انت ماشي انت. انا مستريح ان شاء الله ومتبشر بحضرتك خير، وحاسس ان انا هتولد من اول وجديد النهارده. بقول لك هتروح ما عندكش حاجه. انت بقالك قد ايه بتتعالج؟ سنتين؟ بقالي سنتين. بتاخد كيماوي؟ ماشي. انا مش عايز اقول كلام على البتاع كده، الكلام يزعل. بص بفضل الله تعالى طبعا بقاله سنتين بياخد كيماوي، جاي شايلينه. هم جاي شايلينه. لما طلع الناس كلها هو عايز ايه؟ عايز ايه؟ طبعا ده بفضل المولى عز وجل، بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. انا واخد اجازه اسبوع من الاجهاد، بس اجهاد تعب وشديد، وطبعا الدعوات اللي بتجيلي من كل الدول العربيه ونحاء العالم. انا زعلان ان ما عنديش دعوه في مصر، ماليش دعوه في مصر هنا. محدش بيدعيني بيقول لي تعالى انت بتعمل ايه؟
تعالى عايزين نعرف انت وصلت للعلم ده ازاي. اول حاجه من عند الله، انا ما اعرفش حاجه، بس قصه السجوك اللي موجوده في شرق اسيا كلها فيه مواطن مصري غيرها تماما، لان فيه اماكن معموله في السجوك اصلا مش في مكانها بفضل المولى عز وجل، وده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. والف مبروك عليكم، وربنا يجعلنا سبب في شفاء الناس اللي يا رب. بحاجه البركه في ربنا بس فقط لا غير. وما توفيقي الا بالله العزيز العظيم العليم السميع البصير سبحانه وتعالى. الناس اللي خرجت النهارده من غير نظارات، الناس اللي كانت ما بتسمعش، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وفقني، ده بفضل الله. النهارده كم 8/2/2024، النهارده 8/2/2024. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.